بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول صلى الله الله عليه صلى الله وسلم. عليه وسلم. اقتضت حكمة الله عز وجل أن يخلق الذكر والأنثى لوظائف متكاملة، كما قلتم في مقدمة الحديث، لاستمرار النوع البشري لكي لا ينقرض، لاستمرار النسل الإنساني، ولتحقيق أيضا ولبناء حضارة ولبناء العمران. فلا يمكن أن تبنى حضارة، ولا يمكن أن يتحقق عمران، ولا يمكن أن يكون هناك مجتمع إلا بالذكر والأنثى. فكل منهما خلقه الله عز وجل لحكمة ولوظيفة محددة. ففكرة الشريعة الإسلامية في هذا الباب أن الذكر ليس ضد الأنثى، وأن الأنثى ليست ضد الذكر، فكل منهما يملك خصائص وخلق لتحقيق وظائف. فالذكر والأنثى العلاقة بينهما هي علاقة التكامل لا التضاد أو التعارض. لو لاحظنا الليل والنهار كل منهما خلقه الله سبحانه وتعالى لغرض. الليل له خصائص وللنهار خصائص، فإذا كان النهار للحركة والكد والعمل والانتشار في الأرض، فإن الليل للسكون والراحة. فكل منهما يملك خصائص. لو مثلا نحن الآن بالليل، يعني بالمساء قبل المغرب بقليل، لو منتصف الليل تظهر الشمس، رغم أن للشمس قيمة، الشمس لها قيمة كبيرة جدا ولها دور فعال، ولكن لا نريد أن تشرق بالليل، نريدها بالنهار. وكذلك لو ظهر الظلام بالنهار أيضا لقلنا أن هناك خلل في الكون. فإذا كل من الليل والنهار يعني احتفظ بخصائصه، فذلك الذي يؤدي إلى تحقيق ذلك التكامل بين الليل والنهار، وكلاهما يعني يعقب على الآخر، متعاقبان. ذكرت هذا المثال لأبين بأن المرأة لها خصائص، لها خصوصيات، وقد كلف الله عز وجل بأداء وظائف معينة، وكذلك الرجل، فكل منهما يكمل الآخر. والمرأة لها وزن، لها قيمة في شريعة الله، كما أن للرجل قيمة في شريعة الله، بعدما علمنا بأن التناقض غير موجود وأن التعارض غير موجود، بل التكامل هو الذي يجب أن يتحقق بينهما. فالمرأة لها مكانة ومزية ومنظومة فقهية يعني تحيط المرأة بجميع الأحكام التي تحفظ كرامتها كإنسانة، وكذلك قررت لها حقوقا ومزايا في جميع مراحل حياتها. حينما كانت جنينا لها حقوق تحفظها، لها أحكام تحفظها. حينما جاءت إلى دار الدنيا أيضا لها حقوق، يعني يجب أن تؤتى بهذه الحقوق. فلا يجوز شرعا مثلا أن يحزن الإنسان إذا رزق ببنت، لا يجوز، هذه من عادات الجاهلية. فالإنسان يرحب بالمولود الجديد سواء كان ذكرا أو أنثى. وإذا لاحظنا في بعض المجتمعات أو لدى بعض الأسر كيفاش يفرحوا إذا رزقوا بابن، يفرحوا يزغردوا الحاصل، الناس كلها تعرف وتفرح إلى آخره. جعل من أسباب دخول الجنة القيام على النفقة على البنت، فقال نعم. من كان له بنت أو بنتان فأحسن إليهن. نعم، من كانت له نعم. ابنة فرباها وأحسن نعم. تربيتها وغذاها فأحسن غذاءها إلى آخر الحديث. ولا نجد ذلك للذكر، ولا نعم. نجد ذلك للذكر. يعني هذه رسالة مهمة نقدمها للأسر، لأنه نعم. أحيانا للأسف الشديد، خاصة الواحد حينما يرزق ب4 أو 5 بنات، نعم. يعني من غرائب ما سمعت في حياتي أن امرأة طلقت وهي في العيادة الطبية بعدما قال لها زوجها واش جبتي، يعني هكذا على طول واش جبتي، نعم. وكأنها هي اللي تجيب، وكأن الذرية تأتي بناء على طلب. نعم. شو الفيش دو فو، واش تحب، يعني طفلة صغير كبير إلى آخره، لونه نعم. كذا. قال لها واش جبتي، قالت له طفلة. وطبعا هي عندها 4 بنات في البيت، وهي رقم 5. نعم. وطلقها وهي نافس، وهي نعم. نفساء، وهي في الكلينيك، يعني داخل العيادة الطبية. أعتقد هذا مظهر من مظاهر التخلف، ومظهر من مظاهر البعد عن هدي السماء.
لذلك البنت وهي يعني وليدة صغيرة أمرنا شرعا أن نرحب بها ونفرح بها كما نفرح بالذكور تماما إلى آخره، وأن تسمى بالاسم الحسن، ويعني في جميع مراحل حياتها، سواء وهي وليدة صغيرة، وهي في مرحلة ما قبل التمييز، وهي في مرحلة التمييز، وهي في مرحلة ما بعد الرشد، يعني في جميع مراحل حياتها ترافقها منظومة شرعية من الأحكام تحفظ كرامتها وتقرر لها حقوقا، سواء كانت أما أو جدة أو أختا شقيقة أو لأب أو لأم أو بنتا أو بنت ابن. في جميع أوضاعها وفي جميع مراكزها نجد منظومة قانونية تحيط بها فتحفظ كرامتها وتقرر لها حقوقا لا يمكن أن نحصيها عددا في مثل هذا المقام. نعم.